السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو بتاع النهارده بقى للناس اللي بتحب فيديوهات البيت والروتين بتاعنا واحنا في تركيا. ادينا رجعنا بقى للحياة الروتينية. انا كده بقالي اسبوع واصلة تركيا، وبصراحة الاسبوع ده يعني مكنتش بعمل فيه اي حاجة خالص، غير اني برضو كنت برتاح من تعب السفر وتعب الاجازة. اي نعم الواحد كان في اجازة في مصر، بس كان يبقى مهلوك، يعني أجازة بتبقى كل يوم خروج، كل يوم نزول، فبرضه الواحد بيبقى جسمه تعبان وكده، فاستريحنا الأسبوع ده. والنهارده بقى هنبدأ إن إحنا واحدة واحدة إيدينا تبقى في البيت ونرجع للروتين الحياة بتاعنا. إحنا أول ما صحينا من النوم فطرنا زي ما انتوا شفتوا، دي كانت المواعين بتاعة الفطار. شطفتها وبدأت إن أنا أحطها في الغسالة علشان أفضي عندي الرخامة. عايزة أول حاجة أبدأ بيها النهاردة كده في يومي هو المطبخ. عندي البوتاجاز متبهدل خالص، يعني أنا فعليا الأسبوع ده ما عملتش أي حاجة في البيت، يعني مش أكتر من إني كنت باكنس الأرض لو احتاجت، وإن أنا بطبخ وحتى الأكل والوجبات اللي أنا عملتها الأسبوع ده كله حاجات خفيفة خالص. فزي ما بقول لكم بقى، عايزين نبدأ إن احنا نتأقلم ونرجع لروتين الحياة بتاعنا مرة تانية. فالبوتاجاز زي ما انتم شايفينه متبهدل خالص، فجبت كده المنظف اللي هو بتاع الدهون، وهرش بقى على البوتاجاز والرخامة الإشاني، يعني الجزء اللي هو بتاع البوتاجاز ده دايما بيبقى متبهدل مطرح الطبيخ والدهون. وهسيبه كده 5 دقايق ولا حاجة لحد ما المنظف يعمل مفعوله. وهجيب سلكة بقى نضيفة وهبدأ ان انا ادعك الرخامة كلها والبوتاجاز بتاعي زي ما انتم شايفين. هنا بقى خلاص كنت نضفت الجزء بتاع الرخامة ده كله كويس قوي، ونشفت كده بفوطة نظيفة. هبدأ بقى ان انا ارص كل حاجة مكانها. زي ما انتوا عارفين انا روتيني او اسلوبي في التنظيف واحد، كل حاجة بتبقى جنب البوتاجاز بمسحها سواء بحتة مبلولة او المناديل المبللة. بصراحة بتبقى حلوة قوي، خاصة على البرطمانات بتاعة البهارات، كده بيبقى عليها تراب ناعم او البهارات بتبقى ناعمة كده من بره، فما بمسحها بمناديل مبللة بتبقى حلوة قوي ونظيفة. فعملت كده ورجعت رصيت كل حاجة مكانها. والنهاردة بقى ما صدقت ان انا لقيت الازايز بتاعة الزيت الاتنين فاضيين، فقلت ان انا محتاجة ان انا اغسلهم كويس قوي. الازايز دي بالنسبة لي بصراحة حاسة ان هي مش عملية خالص ومش حباها، بتتبهدل قوي دايما وانا بستخدمها، الا نقطة زيت لازم تقع وتبهدل الازازة من بره. بس انا مضطره ان انا استخدمهم، لان لما بجيب ازايز الزيت مثلا بجيب اللي هي ال5 لتر، فبتبقى حجمها كبير قوي، صعب احطها على الرخامه او بتبقى تقيله ان انا كل شويه هي اللي استخدمها وانا بطبخ، فبضطر ان انا افضي الزيت في الازايز دي. ولكن زي ما قلت لكم مشكلتها ان دايما لازم كده في نقطة زيت تقع على الازازة من بره، فبتبهدلها بتطبع، بتبقى مزيتة. فقلت بالمرة بقى اغسلها كويس قوي كده بالليفة والصابونة وانشفهم كويس قوي، بعد كده نرجع ان احنا نملاهم مرة تانية. كمان هنا كان عندي الإبريق اللي هو بتاع الفلتر، برضو متبهدل كده عايز يتغسل، فقلت برضو ادعكه كده بالليفة والصابونة علشان يبقى نضيف. كذا حد كان بيسألني إيمان هو ايه الإبريق اللي دايما محطوط جنب البوتاجاز ده. أنا يمكن كنت شاركته معاكم لما جبت دوت فلتر بتاع مية، أنا بستخدمه كده للطبيخ. يعني احنا هنا المية عندنا في تركيا يعني تماما القطر، مفيش حد خالص بيستخدم مية الحنفية للشرب أو كده، بنستخدم دايما مياه معدنية. لكن أنا بصراحة يعني استخدام المياه المعدنية كمان في الأكل والكلام ده مكلف قوي. كان في كده الفلتر دوت مانيوال كده بيتباع، كان نازل عليه عرض في السوبر ماركت وجبته ومستريحة عليه. يعني انا دايما لما بغير الفلتر بتاعه لا بشوف ان متغير لونه من جوه، فبقول فعلا ان هو اكتف يعني. والريفيو بصراحة كان عليه حلو جدا، هو الماني غالبا مش تركي البراند دوت. المهم هنا بقى برضو الرخامة بتاعتنا اكيد بقى لازم برضو نتعاجها ونشيل التسبغات اللي عليها ديت. انا يمكن كنت قلت لكم اكتر من مرة ان انا عندي الرخامة بتاعتي مش حلوة ومش عارفة نوعها ايه، فكان في حد كتب لي في التعليقات ان ده اسمه رخام صناعي، وفعلا من اكتر عيوبه ان هو على طول بيلزق فيه اي لون او بيعمل كده تسبغات من لو اي حاجة سخنة عليه.
الحمد لله إن في منظف بيشيل، يعني المطبخ عندي أبيض مُريح للعين وكده، بس زي ما باقول لكم نوع الرخام الصناعي ده فعلًا وِحِش أوي، يعني من أقل حاجة بتلاقوا بيعمل كده تسبُّغات وبُقع صفرا، فأنا عندي المنظف اللي هو الجاف اللي هو الكريمي، ده المنظف الوحيد اللي فعلًا بيشيل التسبُّغات الصفرا ديّة، فاستخدمته بقى علشان أنضّف الرخامة بتاعتي بالشكل دوّة. وكمان عندي الحوض برضه هانضّفه دلوقتي زي ما أنتم شُفتوا كان برضه فيه تسبُّغات بقى مطرح الشاي، عايز يتدعك ويتنضّف، فكنت هنا حطّيت اللي هو الصابون السائل عادي وعليه بيكربونات وسِبتهم كده 5 دقايق وبرضه بالسلكة، قُلت إن أنا أدعكه كويس على قد ما أقدر، يعني أنا ما ليش في الدعك أوي أو ما ليش في التنضيف اللي هو فيه تفاصيل أوي، أوي مش شاطرة أنا في الحتّة دي، بس على قد ما أقدر باحاول برضه إن أنا البيت عندي يكون نضيف أو الواحد كده تبقى عينه مستريحة وهو واقف في المطبخ. بالمرّة بقى كمان هنشيل السجادة بتاعتنا، أنا السجادة عندي كانت نضيفة، يعني أنا يمكن لسه فرشاها بالليل، ولكن حسيت إن المطبخ عايز برضه يتكنس ويتمسح، هاكنس طبعًا بالمكنسة الأول أساسي، وبعد كده هاجيب المَيّة بتاعتي وباحط فيها السائل اللي هو المنظف، باحب أحط اللي هو يعني في سائل كده منظف عامل زي الكلور شوية، وفي نفس الوقت بيعمل فوم، باحس إن أنا منها ريحة الأرض اتعقمت وريحتها بتبقى ريحتها كلور فعلًا، باحب ريحة الكلور في المسح، وفي نفس الوقت صابون تحسوا إن أنتم مسحتوا علشان الأرض طبعًا في المطبخ بتتبهدل من الطبيخ، لو في حاجة وقعت بتطبّع، فبتبقوا عايزين كده مش مجرد مسحة بالمَيّة لأ، بتبقوا عايزين إن أنتم تدعكوا كده بالصابون، فدوّة أفضل منظف باحب أوي أستخدمه للأرضيات. وبس كده خلاص ده بالنسبة لي كده الروتين بتاعي النهارده في المطبخ أو في اليوم، ما فيش حاجة في البيت تاني ممكن أعملها غير إن أنا ممكن أحط دورة غسيل للهدوم، وبس زي ما قُلت لكم إيه، إن أنا هابدأ إن أنا إيدي تبقى واحدة، واحدة في البيت. مش قادرة أقول لكم بقى بعد ما فرشت السجادة كده المطبخ نضيف وريحة النضافة فيه يعني يفتح النفس، قُلت بقى أكافئ نفسي كده بإن أنا أعمل فنجان قهوة ليّا أنا وفولكان، وبابُصّوا الصينية القمر دي، الصينية القمر دي حد من حبايب أمونة تسلم إيديها هي اللي شاغلة لي الكروشيه بتاعها، الأطراف بتاعة الكروشيه بتاعها، فشكلها شيك أوي وعاجباني جدًا، جدًا، فدي كانت أول مرّة بقى أستخدمها في التقديم. فعايزة أقول لكم حلاوتها بانت أكتر كده في التقديم جميلة، ربنا ما يحرمني منكم أبدًا. المهم إحنا عملنا فنجان القهوة بتاعي، والمفترض إن أنا حاطة في دماغي إني بعد ما نشرب فنجان القهوة، إن أنا عايزة أروح السوبر ماركت أشتري كام حاجة محتاجاها، فهاقول لكم اليوم بتاعي كامل إزاي، بس نشرب فنجان القهوة وبعد كده آخدكم معايا. أنا كده كنت رايحة السوبر ماركت علشان بصراحة النهارده كان في نيتي إن أنا عايزة أعمل لهم تحلية، عايزة أعمل تارت، ولكن بصراحة مش عايزة أعمله تارت تفاح، عايزة أعمله بالليمون، فكان في كام حاجة ناقصاني قُلت هاروح السوبر ماركت أشتريها، بس في الوقت دوّة سمر جارتي كلمتني وقالت لي: "إيمان الجو حلو وفي شمس، إيه رأيك أنا هاعمل كده أكلة خفيفة ونطلع نقعد في الحديقة أنا وهي ولينا كمان صديقة جديدة أو جارة جديدة اتعرّفنا عليها في المجمّع، هي تركية، مُعلِّمة تركية، سمر اتعرّفت عليها ولمّا جيت أنا كمان اتعرّفت عليها، فقُلنا نطلع كده، فأنا كنت بقى باشتري الحاجات اللي أنا محتاجاها، وهنا كنت عايزة أشتري بصل علشان الأكلة اللي سمر هتعملها مش هاقولها لكم دلوقتي أنتم هتشوفوها، المهم إني بجد باعاني جدًا لمّا آجي أشتري الخضار من السوبر ماركت مش زي البازار خالص، فقُلت أشتري كده يعني كميات قليلة خالص لحد إن شاء الله على بداية الأسبوع الجاي يبقى البازار، نروح بقى نشوف البازار، ناخد جولة كده عشان حبايب أمونة اللي بتحب تروح السوق، وفي نفس الوقت نشوف الأسعار والوضع بقى عامل إيه في تركيا، لإن الشهر اللي أنا غِبته دوّة فيه تغيُّرات كتيرة جدًا، يعني أنا رُحت عند بتاع اللحوم الجزار امبارح، يعني اشتريت كده كيلو لحمة لقيت في فرق كبير أوي خلال الشهر اللي أنا ما كنتش موجودة فيه، فغالبًا كل الأسعار برضه ارتفعت مرّة تانية. المهم بقى اللي دخّلني سوبر ماركت أيس بير دوّة علشان أجيب الزبدة اللي أنا دايمًا باستخدمها اللي هي زبدة اسمها الكبير، وللأسف ما لقيتهاش، أول مرّة تكون خلصانة، وأنا محتاجة في وصفة الحلو إن أنا زبدة فما لقيتش، فقُلت أجيب دوّة، دي مش
مش مارجرينا، دي زبدة ولكن باكت قليل 250 جرام. المهم قُلت بقى برضه بما إن سمر هي تعمل أكل، أنا أشتري حاجات رفايع، شيبسي ولِب ونسكافيه ومَيّة، علشان زي ما قُلت لكم هنطلع الحديقة كده. بصراحة هو الجو شمس وحلو جدًا. بس فهاشتري الحاجة بتاعة السوبر ماركت، وبعد كده تعالوا خدكم نشوف سمر عاملة لنا أكلة إيه النهارده. أكلة النهارده هي المجدرة. سمر بتعملها بالبرغل. أنا عارفة إن في ناس بيعملوها بالرز والعدس أو بالبرغل، بس هي بالبرغل طعمها خطير جدًا. وشايفين بقى التركاية ديّة اللي بتنكّه الأكلة، إن الزيت اللي اتقلى فيه البصل تتحط كده على أكلتنا، ودي نفس التركاية اللي أنا باعملها لمّا باجي أطبخ الكشري، وأنا شاركت معاكم إن الزيت اللي قليت فيه البصل هو اللي باطبخ بيه باقي مكونات الكشري، فبتدّي فعلًا نكهة للأكلة جميلة أوي. لو ما كنتش جربتوها التركاية دي جربوها بجد، بتفرق جدًا في طعم الكشري. المهم تقريبًا أقل من ساعة، ساعة إيه، وبجد والله ما كمّلناش ساعة إلا ربع، وكانت سمر ما شاء الله مخلّصة الأكلة، وزي ما أنتم شايفين عملت السلطة، وأنا كنت رُحت السوبر ماركت اشتريت الحاجات اللي إحنا تبقى تتحط كده على سفرتنا. عملنا بيكنيك في أقل من ساعة. وجارتنا برضه التركية جات وعملت هي بقى مشروب الأيران. وبُص عايزة أورّيكم بقى شكل المجدرة كده بعد ما اتحمّر عليها البصل، بجد ريحتها تفتح النِفس. أكلة المجدرة دايمًا إيه، بتتقدّم معاها سَلطة، بيتقدّم معاها مخلِّل، فكانت برضه جارتنا التركية ديّة عاملة مخلِّل فلفل. أنا مش واخدة بالي، بس أول ما أكلت منّه رُحت باقول لسمر: "ده مخلِّل بيتي ده." فقالت لي: "آه، إن مامة جارتنا هي اللي عاملاه." فبصراحة طعمه حلو أوي. فزايفين زي ما أنتم شايفين الأكلة ريحتها تفتح النِفس وشكلها يفتح النِفس. حطينا كده الأكل وأكلنا، الجو كان مُشمِس جدًا. يعني الجو كان دافي، يعني في أيام أول ما جيت تركيا كان الجو برد أكتر عن مصر، بس النهارده بسم الله ما شاء الله زي ما أنتم شايفين الجو مُشمِس جدًا. وعايزة أقول لكم بما إن الجو مشمس لقينا الناس كلها تعتبر في الجنينة، ما كناش لاقيين حتى غير مكان أو 2 بس هو اللي فاضي نقدر نقعد فيه. فحتى أقول لهم أُمّال لمّا الصيف ييجي إحنا مش هنلاقي مكان خالص، هتلاقوا الناس كلها بدأت تفرش على النجيلة وتقعد. لإن بصراحة الجنينة فرقت جدًا معانا. أبسط حاجة الواحد لو زهقان يطلع كده يغيّر جو، فالناس كلها ما بتصدق بصراحة إن يبقى في جو طقس بتاعه حلو يعني وإحنا في تركيا، ونطلع نغيّر جو برّه. فزي ما أنتم شايفين بقى دي البيكنيك بتاعتنا، سريعة وبسيطة، بس كان ما شاء الله الأكل كان ليه، إحنا أكلنا مش قادرة أقول لكم أكلنا إزاي كأننا ما أكلناش قبل كده. الأكل ما شاء الله كان طعمه حلو وكانت القعدة حلوة. وده كده بعد ما خلّصنا أكل بقى، كنا برضه عاملين ترمس شاي وقهوة وشيبس واللِب، وقعدنا وحكينا واتبسطنا. وبعد كده بقى نضّفنا مكاننا ولمّينا كل حاجة. وده كده كان أول جزء من نهار يومي النهارده، حبيت كده سريعًا إن أنا أشاركه معاكم وما اغيبش عليكم، وأتمنى إن الفيديو يكون عجبكم. متنسوش بقى إن أنتم تدعموني، تعملوا لي لايك وشير. نشوفكم على خير فيديو جديد ونقول لكم باي باي.